يا صباح الفل عليكم يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طيب، هخش في الموضوع على طول. الموضوع ان شاء الله الحلقة بتاعت النهاردة او الفيديو بتاع النهاردة مش هيكون مدته طويلة قوي، بس مفيد جدا. في حاجة كتير بتجيلي في الكومنتات: احمد احنا ما نعرفش لغة انجليزي نيجي امريكا. طيب احنا اللغة بتاعتنا ضايعة، احنا اللغة بتاعتنا نص نص، نقدر نيجي ولا لأ؟ طب لو جينا نقدر نتعامل ولا لأ؟ فالفيديو النهاردة عن الموضوع ده. انت مثلا ما عندكش لغة انجليزية خالص ورايح امريكا، او عندك امريكا او عندك اللغة الانجليزية نص نص، تيجي امريكا ولا لا؟ في الحالتين هقول لك على كل حاجة من البداية للنهاية. بص يا باشا، في كلا الحالتين ما عندكش انجليزي، عندك انجليزي، روح امريكا. تمام. حد هيجي يقول لي من الجهابزه اللي انا بشوفهم في الكومنتات، يعني حد يقول لي: ازاي يا عم انت كنت بتقول للناس يهتموا؟ اه يا باشا، انا بقول لك اهتم طبعا باللغه الانجليزيه، ولازم يبقى عندك انجليزي، ولازم. بس اديني فرصه اديك افهمك الوضع عامل ازاي. بص يا جماعه، انت مثلا ما عندكش انجليزي، اغلبيه شغلانات العرب، اغلبيه الشغلانات بتاعه العرب بتبقى محصوره في الاتي: انت مثلا شغال على عربية اكل، شغال في محل اكل، بتمسح صحون، مع طبعا مع كامل الاحترام والتقدير لكل المهن اللي انا قلتها دي. فدي اغلبية الحاجات دي انت بتبقى مرمي جوه اصلا، انت ما بتتعاملش مع حد، ما يعني ما فيش تعاملات خالص. انا اعرف شخص ليا صديقي ومن اصدقائي المقربين كمان في امريكا، وقاعد بقاله سنتين. والله العظيم يا جماعة، ما على الله ان شاء الله، يعني هو بيشوف الفيديوهات دي يا رب ما يزعلش. ما فيش لغة خالص خالص، بقاله سنتين. تمام، وبسم الله ما شاء الله الدنيا متيسرة. بس اللي انا بكلمك فيه: عندك انجليزي اه يا باشا، مية مية. ما عندكش انجليزي، روح وبرضه هتعمل فلوس. بس الحكمة هنا او التركاية في ايه بقى؟ ان انت مثلا لو اللغة الانجليزية عندك، فانت هتسلك في المجتمع الامريكي اسهل. بمعنى، بص يا باشا، لغة البلد اللي انت يعني لغة البلد. تمام. محدش قالك بقى ان الاكسنت بتاعك يبقى بيرفكت، ولا لا 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 خالص. اللي هو انت بتعرف تمشي نفسك فيه. طيب يا احمد، جينا مثلا امريكا واحنا ما عندناش لغة، وفي نفس الوقت ربنا كرمنا بشغل، وانا شايف ان انا ممكن اتطور جدا علشان خاطر الانجليزي. اعمل ايه؟ بص، هما ما قدامكش غير حاجتين. تمام. رقم واحد: تشيل حتة الرهبة خالص، يعني ما تخافش. ابدأ اتحط. والله العظيم يا جماعة، انا يعني قبل ما اسافر كان الانجليزي بتاعي مقبول عادي. انا فاهم اللي هو ايه، لا اقل من العادي كمان. والله لما رحت هناك اتحطيت. طبعا الانجليزي اللي احنا اتعلمناه في مصر ده سمك لبن تمر هندي يا برنس، حاجه مش ما اعرفش عنها حاجه. يعني لما رحت هناك لقيت ان الانجليزي الامريكان بيتكلموه بطريقه، والزنوج اللي هم السمر بيتكلموا بطريقه تانية خالص، واللي احنا اتعلمناه في مصر طريقه تالتة خالص. فاهم اللي هو ايه يا جماعه؟ صباح الخير يعني. فبص يا باشا، ما تخليش حد يحبطك. انا من اكتر الناس اللي بتقولك اتعلم انجليزي قبل ما تسافر، ده طبعا هيساعدك كتير. بس خلاص، مثلا انت خدت فيزة سياحة عام او جيت بلوتري وانت ما فيش انجليزي، روح يا باشا، الدنيا هتسلك. هتتحط شوية في الفئة اللي انا قلت لك عليها دي. انت حبيت بقى الوضع ده، وانا مرشحلكش ده طبعا يعني. بس يعني ده اختيارك. حبيت الوضع خلاص كمل، ما حبيتش الوضع وانت شخص بتحب التطور وكده، اتعلم انجليزي. طيب انت رحت، اول حاجة انا قلت لك عليها: حاول تتحط، حاول تسمع كتير، حاول تتكلم كتير، اغلط مفيش مشكلة. لو كل يوم هتفهم كلمة، في اخر اسبوع يبقى عندك 7 كلمات. بقول لك لو كل يوم هتستفيد كلمة هتفهمها كويس، على اخر الشهر يبقى عندك 30 كلمة في شهر. بيقول لك لو كل يوم كلمه. فما تخافش من ما تخافش من الحته دي، وما تخليش حد يخوفك من الانجليزي. مع الانجليزي سهل جدا، سلس. الدنيا جميله يعني. وميزه امريكا ان هي مليانه يعني. مش امريكان، انا ما شفتش امريكان. انت يعني مثلا انا لما كنت في كاليفورنيا كان كلها مكسيكان واسبان. يعني طبعا كاليفورنيا على حدود ولايه اسمها تيخوانا. فكله بقى هوبا، يعني كل اللي بتتعامل معاهم مكسيكان بيتكلموا اسباني، وما بيتكلموش ولا كلمة انجليزي ولا كلمة. يعني والله العظيم يا جماعة يعني، انت لو في كاليفورنيا وبتتكلم اسباني، انا بقول لك ما تتكلمش انجليزي اصلا. فكك، كبر دماغك الاسباني ده انت هتعيش فيه في كاليفورنيا ملك. تمام. اغلبيتهم مكسيكان واسبان، والحتت بقى اللي هي ايه، اللي هي امريكا الشمالية دي، ولا امريكا الشمالية تقريبا يعني.
اللي هو الحته بتاعت المكسيك بقى كل الدول اللي بتتكلم اسباني دي كلها في كاليفورنيا. لما رحت ميتشيجان بسم الله ما شاء الله كلها بتتكلم عربي، يعني عارف اللي هو ايه، انا دخلت شارع انا في اسكندريه، الناس بتتكلم عربي، المحلات اللوح بتاعتها عربي، خش اي محل اي حاجه، بص سموك شوب مطعم كافيه، قول السلام عليكم، بس لا سلام محترم اتفضل اتعشى بشاي، يعني كده هي كل ولايه. في ميتشيجان موضوع اللغه بالنسبه لي ما كانش عائق خالص. في كاليفورنيا يعني الاسباني، لو بتعرف تتكلم اسباني خد بعضك شنطتك على كتفك وتوكل على الله على كاليفورنيا. فرقم واحد احتك بالامريكان، اتكلم اللغة معاهم، اغلط مرة واتنين تلاتة، لو كل يوم هتاخد كلمة في اخر الشهر بقى عندك 30 كلمة. تمام. رقم اتنين يا جماعة، الجوامع والكنائس، بيبقى في جوامع انزل اسأل، بيبقى في جوامع بتعمل كورسات تطور اللغة الانجليزية. فيا باشا اليوم الاجازة بتاعك ولا يوم ونص، انزل خد اقعد مع الناس دي افهم، هتلاقي ناس كمان اجانب، هتبدأ يعني ايه تحتك، هتبدأ الانجليزي بتاعك هيتطور. ما تخليش عندك حجة وما تخليش حد يحبطك، شنطتك على كتفك. ربنا اراد لك خدت فيزة سياحة، خدت فيزة اللوتري، يبقى ربنا رايد لك الخير، توكل على الله. ما تسمعش للناس اللي يقولك ما تجيش امريكا قبل ما تتعلم انجليزي، لو ما عندكش انجليزي لا. الحاجة الوحيدة ان انت تطورك في المهنة او تطورك في البوزيشن اللي انت فيه هيكون ابطأ شوية. اتعلمت انجليزي وبتاع، روح يا باشا روح اعمل فلوس وكل عيش. حتى تطورك في الوظيفة بتاعتك هيكون أبطأ شوية، بس في عز ما هو بطيء انت بتعمل فلوس. نصيحة من اخوك، خدت الفيزا اي نوع فيزا يبقى ربنا رايد لك الخير، توكل على الله وروح. الانجليزي مش عائق في امريكا يا جماعة، وانا قلت لك المهن اللي بيشتغل فيها العرب، فما تخليش ان حد يحبطك. تقدر تتعلم انجليزي في بلدك، انزل اتعلم انجليزي مفيش مشكلة. انا قبل ما اسافر رحت خدت كورس في البريتش كونسل، اتطورني جدا، اتحسنت فيه جدا. الميزة اللي انا استفدتها من هناك ان المدرس ما بيتكلمش ولا كلمة عربي، وده بالنسبة لي كان صدمة جامدة جدا. اول اسبوع تاني اسبوع خلاص بقيت خلاص ما فيش مشكله، وقعد يتكلم ساعه بالانجليزي ما عنديش مشكله. كان بيقوم يخلينا نتكلم مع بعض، فاحنا كلنا بنتعلم فكنا بنستفاد وهو كان بيصحح، ففرق معايا كتير جدا. بس هو طبعا غالي يعني. ما قدرتش وخلاص، روح ما تقلقش، الانجليزي مش عائق. روح يا صاحبي وما تسمعش من الناس اللي بتقولك ما تجيش امريكا غير لما تتعلم انجليزي. بس فيديو قصير، متنسوش يا جماعة السبسكرايبات، لايك، الكومنت. السلام عليكم.